السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه الاخبار النهاردة؟ يوم كده خفيف كده، يا رب يكون يوم خفيف كده لطيف عليا وعليكم يا رب. انا النهاردة المنيو بتاعنا عدس بني او عدس بجبة او ايا كان اسمه ايه، بس احنا هنا بيقولوا عدس بجبة، بس احنا بنقول عدس بني. بس ايه، متنسوش الفولو وصلوا على النبي في الكومنتات كده، وقولوا لي بتتابعوني منين، وقولوا لي بتشوفوا الفيديو فين او شفتوا لحد فين، او ايه اللي عجبكم في الفيديو وايه اللي ما عجبكمش، بحيث ان احنا نغير المره الجايه ان شاء الله ايه نغيروه. انا ما حطيتش العدس على طول يا بنات، انا بشيل اصلا العدس او كده بشيله مغسول، بغسله وبحطه كده على فوطه او حاجه بحيث ان هو ينشف، اللي هو العدس البني بس. ماشي، بعمل هو العدس البني بس اللي بعمل فيه كده لانه بيسوس بسرعه. وهنا سبته يتسلق يا بنات، وبعمل كده بصلة. تمام، هي بصلة وتتقطع كده تتحمر، وقرن فلفل كده حامي، وبعد كده هي طماطمية واحدة كده عليهم، وبعدين بنزل العدس والدنيا تمام. كملوا كده الوصفة للآخر ان شاء الله هتعجبكم. اللي البنوتاتي اللي معاها نونو، الامهات الجديدة اللي معاها بيبي صغنون ومطلع عينها، يقولها ايه، اقضي كل حاجة لما البيبي ينام. كلمي اهلك لما البيبي ينام، كلمي اهله لما البيبي ينام، زوري حماتك لما البيبي ينام، اشتغلي لما البيبي ينام، اعملي كل حاجة لما البيبي ينام. على فكرة يا بنات والله العظيم صدقوني، اللي معاها بيبي اول ما ينام هي بتقوم تشتغل شغل البيت ومش عارف ايه والحوارات دي كلها وهو نايم، واول ما يصحى فهي طبيعي بتكون قاعدة بيها طبعا عشان هو صاحي، فهي لازم تبقى صاحية. والله صدقوني الامهات دي هي دي يعني بيجي لها اكتئاب ما بعد الولادة، وهي دي اكتر امهات بتتعب، واكتر امهات بتكره الحمل وبتكره الخلفة، ويعني نفسيتها بتتعب. لما ينام البيبي ينامي جنبه، بلاش احنا لما نروح نزور حد مثلا لقينا المكان مثلا مكركب نقول لها ايه ده احنا ده انا كنت بولد وانا ماشية، ايه ده احنا كنا بنخلف بالخمسة وبالستة وبيوتنا كانت نظيفة، ايه ده انت ما شفتش اللي معاها 7 8. بالمناسبة يا بنات انا امي مخلفة 7، وامي اول واحدة كانت بتقول لي انا الكلام ده، بس يعني انا من النوع اللي باردة شوية، فاهمين اللي هو قولي عادي من هنا لبكرة طالما انا مش مقتنعة خلاص. اول ما البيبي ينام بنام جنبه، هو بينام وانا بنام برتاح، لازم ارتاح. تمام، اول ما بيصحى زي كده مثلا، سواء مثلا هيرضع مثلا واسيبه زي كده ماشي، واقوم اعمل حاجه اول ما يبدا كده ايه زمزج بقى اللي هو عندنا بمعنى يبكي، اقوم زي كده اشيله شويه والعب، ولو جعان مثلا اكله بتاع وارجع قعده تاني، وارجع مثلا اعمل الحاجه اللي انا بعملها دي تاني. اول ما يبدا يقعد ايوه ساعه 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 ساعة، بس الساعة دي لأ صعبة، دي اسنانك علمت فيه. ساعة يا بنات بمعنى ان هو يعضني في ايدي عضة جامد لحد ما اسنانه تبان، دي اسمها ساعة عندنا، فهو بيقول لي ساعة. فالمهم إيه بعمل ايه، بشتغل كده ايه وهو صاحي، اشيله شوية واشتغل شوية. تمام، لحد ايه ما يهدى. اولا ده بيخليه ما يتعودش ان انا افضل طول الوقت شايلاه وافضل طول الوقت قدام عينه. تمام، فده هيخليه اول ما انا اكون مشغولة فعلا، عندنا عزومة عندنا اي حاجة ايا كانت ومضطرة اني انا اسيبه، لا يبكي بقى ويخرب الدنيا. ليه؟ عشان هو اتعود ان هو شايفني قدام عينه، فاهمين؟ بس فانما بقى لما بيجي ينام لو ورايا ايه بروح انام جنبه، طالما انا تعبانه فعلا ومش قادره ومحتاجه ان انا افصل بفصل. تمام، لكن لو انا بقى يعني خلاص هو نايم بس انا لسه صاحي او كده، بدل ما بمسك التليفون تمام او كده، لا بروح بقى ايه اقعد جنبه بقى، انام بقى جنبه. لا بدل ما بمسك التليفون لو مش جايني نوم بقوم اشوف مثلا ورايا ايه بعمله الدنيا دي. تمام، لكن اني انا اكون هو ينام وانا اقوم اشتغل، وبعد كده طبعا لما يصحى انا هكون برضو صاحيه جنبه، فانا كده انا صاحيه كده على طول هنام لي ساعتين ولا 3، لا كده الدنيا هتتدمر، كده الدنيا هتبوظ، كده انت هتكرهي ابنك وهتكرهي ابنك او بنتك ايا كان البيبي ده، هتكرهيه وهتكرهي نفسك، وهتحسي ان بص الدنيا اسودت في عينيك، واللي هو ايه اللي انا عملته في نفسي ده، فاهمين؟ فما تخليش الدنيا توصل معاكي لحد هنا، لا بالعكس، هو نام انتي نامي. اول ما يصحى، او مثلا لو معاكي مثلا اختك، لو معاكي امك، لو معاكي مثلا حماتك، اي حد مثلا معاكي، اول ما يجي شيلهوله شويه مثلا كده وخدي دش، شيلهوله شويه مثلا، لو في حاجه تقيله وراكي اعمليها، لو كده
انما ما تجيش على نفسك بزيادة عشان البيت يفضل نظيف والمواعين مغسولة والاكل محاشي بقى وبشاميل وبتاع والدنيا دي وكل حاجة حلوة وكل حاجة جاهزة والبيت نظيف والدنيا تمام والبيبي ما بيبكيش، وتبص تلاقي نفسك جيتي انتي نفسك جيتي على صحتك ماشي، وفي الاخر يعني انتي لو تعبتي كله ده هيبوظ. انتي البيبي محتاجك انتي، مش محتاج بيت نظيف ولا محتاج اكل حلو ولا محتاج محشي ومحتاج بشاميل، البيبي محتاجك انتي. تمام. والبيت برضو عشان يكون نظيف وعشان الاكل الحلو ده يتعمل برضو محتاجينك انتي. فانتي لازم انتي تكون صحتك كويسة، لازم انتي تكون نفسيتك حلوة، لازم انتي كل حاجة بالنسبة لك تبقى تمام، لاني يعني ان انت تكوني بصحتك ده اهم، يعني ان انت تكوني كويسة ده اهم، ده اهم من البيت النظيف المترتب ده. روجي من على الوش، نظفي من على الوش، اول ما تلاقي نفسك في فرصة سامحة، عندك اختك عندك مامتك هتشلك النونو ده هتشلك البيبي ده، ابقي نظفي تنظيف عميق وروج ترويج كده. لكن ما تقلبيش الدنيا وتبصي تلاقي انت اللي صحتك بتروح والدنيا اتقلبت واتعدلت وانت مش عارفة تلميها تاني والبيبي بيبكي والدنيا مقلوبة والاكل ما اتعملش والدنيا خربانة، وتبصي في الاخر انت اللي تعبتي. بصي في الاخر تلاقي نفسك انا عايزة ماما ودوني لماما. يلا يا بنات لحد كده الفيديو خلاص هيكون خلص، ودي طريقتي انا في العدس، طريقتي السهجية، يا رب يعجبكم. وادعوا لي كده دعوة حلوة كده من قلبكم كده ان ربنا يجبر بخاطري، وان القناة كده ان شاء الله يعني ربنا يجعلها مصدر رزق ليا بإذن الله. حطوا لي لايك يا بنات لو وصلتوا لحد هنا، واعملوا لي متابعة، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني.